أهلا بكم من جديد، نحييكم ونتابع هذه الحلقة. قصتنا هذه المرة هي قصة دينا إسماعيل ممدوح، سنها 16 سنة، متزوجة منذ عامين، يعني كان عمرها 14 سنة. لديها حاليا طفل واحد عمره 4 شهور. والدها أجبرها على الزواج كما أجبر 2 من أخواتها لصعوبة ظروفه المادية وعدم قدرته على الإنفاق عليهن، فوافقت على الزواج طمعا في حياة أفضل، لكن ما حدث كان عكس ذلك تماما. دعونا نرى هذا التقرير ومن ثم نكون مع دينا ومع والدها أيضا. دينا اتجوزت وهي عندها 14 سنة ودلوقتي عندها 16 سنة. عندنا في الأرياف بيجوزوا البنات بدري، يعني البنت تتم 16 سنة 14 سنة يعني بيبقوا عايزين يجوزوها. هو أنا وافقت يعني عشان حسيت يعني والدي تعبان أو كان نفسه يعني يسطرنا وكده. في مشاكل ما بين دينا وجوزها بسبب الشغل ان هو عاطل، وهي عندها 14 سنة وهو عنده 19 سنة، الاتنين كانوا صغيرين. والمأذون قال لازم يدفع فلوس، فكتب عرفي لحد ما هم يدفعوا الفلوس ويكتب شرعي ما تتم سن 18. يعني مش مبسوطة ان بسبب الاقساط اللي علينا، ويعني شايلة هم برضك الاقساط بتاعت الحاجة بتاعتي. دايما هي في مشاكل، حاسة أنا اللي في المشاكل دي مش هي، والشتيمة والإهانة والحاجات دي هي أنا اللي بتشتم بيها. دي نختي شالت حمل مش كانش حملها دلوقتي في السن ده. أنا ما كانش نفسي أتجوز بدري خالص، كان نفسي يعني أفضل يعني مستنية لغاية ما أطلع يعني زي أي بنت. يعني نهاية التقرير معبرة جدا عن واقع الحال. يعني الدمعة دي والبكوة دي والندم اللي كان باين عليك اني انا كنت عاوز اطلع زي اي بنت، يعني يدل على انك اخذتي قرار خاطئ جدا في حياتك وتسرعتي. ولكن هل كان هذا قرارك او قرار الوالد؟ لا، كان قرار يعني عشان والدي يعني مريض القلب وتعبان وكده كده، يعني محدش يعني بيسأل فينا. يعني هو على قده، فهو انا يعني حسبتها بيني وبين نفسي ان انا مثلا لو اتجوزت كده مثلا ان انا يعني هرتاح او هريح ان هو ما يشيلش يعني هم وكده. طيب انا برجع نفس السؤال، انت كان عمرك 14 سنه لما تزوجتي، يعني اليوم انت 16 سنه، كنت تزوجتي من 2 سنين. دي كان عمرك قد ايه؟ ادي لي 2 كده. يعني 14 سنه. 14 سنه كنتي شو بتعرفي عن الزواج؟ يعني نفس السؤال. يعني انت قلتي بدي اتزوج لارتاح، شو كنتي بتعرفي عن الزواج؟ يعني كنت بحسب يعني هو لما جه اختارني يعني كده من غير حاجه، يعني كنت بحسب ان هو مثلا هيجيب لي حاجتي، يعني هيعاملني حلو كده، يعني الحياه عاديه، يعني انا حسبتها كده. كنتي بتعرفي كل حاجه عن الزواج؟ لا. كنتي بتعرفي واجباتك وحقوقك؟ لا، يعني مثلا اللي انا كنت اعرفه يعني مثلا اغسل لزوجي، احضر له اكله بس. ده اللي انا بس اعرفه. كنت تعرفي تحضري اكل وتغسلي في السن ده؟ لا طبعا. كنت بغسل فين بس، يعني كانت والدتي كنت ببعت لها الهدوم كانت بتغسلها، ما عنديش حاجه خالص. كنت عايشه عادي يعني السنه دي عادي، بس تاني سنه بقى يعني كانت بقى ابتدت حماتي تذلني وكده وتقول لي يا جعانين يا مقطوعين يا شحاتين على الجوامع وكده. يعني هو انا يعني كان نفسي فيه بس ان هو انا اطلع زي اي واحده، ومن اول يوم رمضان وهي طايحاني في بيت ابويا عشان غسلت بس على غسالتها، وحياة الشهر المفترج ده اللي انا بقوله هو الصح، ما بكدب ولا كلمه. حياتي نفسي بس اطلع زي اي واحده يبقى عندي حاجتي وبس، بدل الذل اللي انا شايفاه معاها مش اكتر. طيب زوجك شو رايه من هالموضوع؟ علي ساعات بيمشي على كلامها ويقول لي خدي وزرتينك وامشي، انت جايب بحتتين هدوم، وزرتينك وامشي. وزرتينك وامشي. انت جايب جلابيتين خديهم وامشي، مالكيش عندي حاجه اكتر من كده. عم اسماعيل، اتفضل. انت وافقت ازاي انك تتزوج بنت عمرها 14 سنه في سن صغير قد ده؟ الناس يعني تحط بنتك في بيت ناس
بالسن ده ما يعني هي مش قادره تعرف او تدبر امورها؟ والله انا وافقت على الجوازه دي، وافقت. انا راجل مريض وراجل شغال ارزاقي، مش طيب موظف. طيب يعني عفوا على كلمتي، يعني انت اب وانا اب واللي عم بيشوفونا كمان اباء، والدكتور اللي موجود معنا كمان اب، انه مهما كانت ظروفك بتبيع بنتك علشان راحتك؟ لا انا يعني علشان انك انت مريض ومش قادر بعتي بنتك الواحد انه خد اتجوز بنتي علشان انا ارتاح؟ لا انا رجعت لها مره واثنين في السؤال، قالت لي موافقه. طب هي فهمها يعني بنت 14 سنه مش فاهمها موافقه ولا مش موافقه؟ ما هي مش عارفه حاجه، يعني هي حد عم تساله هتطلع القمر هيقول لك انا شايف القمر هطلع القمر، بس هو عارف. هو سلو البلد اللي احنا قاعدين فيها حضرتك ان الجواز بنات بيبقى بدري. طيب ده بالنسبه لدينا، ولكن في كمان اختين لدينا زوجتهم كمان بسن صغير كمان غصب عنهم. لا لا لا, لا. الكبيره ما اتجوزتش غصب عنها ولا بسن صغير. صغيره الثانيه اللي بعديها كانت من سنها، اللي هي اكبر منها كانت من سنها على طول تقريبا. يعني جوزتها بنت 14 سنه؟ 14 ونص، كانت داخله في ال 15 يعني. طب ازاي؟ يعني انت بناء، يعني انت لما تنام في الليل كده ضميرك لما تشوف بنتك بتنهان وبتتذل في بيت تاني مش قادره تدافع عن نفسها، انت ضميرك بيرتاح ازاي؟ دي الغلطه اللي انا ندمان عليها اعتبر. انا ندمان على اللي حصل ده، بس هي في ساعتها ساعه ما اتطلبت انت سالتها مره واثنين. هو مين العريس؟ انتوا بتعرفوه منين وهو عرفها منين؟ من نفس البلد اللي احنا فيها، من نفس القريه اللي احنا فيها. هو جاء كده بده يتزوجها ولا صار في نوع من الوساطه؟ يعني احنا بنقول لها تدبيره انه في البنت دي عاوزين نجوزها علشان نشوف لها عريس يتجوزها. لا هم عشان جيران بس في نفس المنطقه. تعرفيه قبل كده؟ ما كنتش تعرفيه؟ كنت اول مره بتشوفيه لما جه طلبك؟ طيب ما سالتيش ولا مره انت جيت عرفتني منين؟ عرفتي بيتي منين؟ كنت بشوفك كنت بتجي عند اختي وعند والدتي. بس جاب لك هدايا؟ جاب لك شبكه؟ لا جاب لي دبله وخاتم بس. وكنت قبل ما اخش باسبوع كنت بايعاه عشان كنا نجيب لبس. مين بده يبلش منكم؟ ابدا برضه دايما يلا. معلش لو لا لاني شفت دكتوره سعاد كده، اصل دي حته اجتماعيه شويه سارحه، يعني سارحه مش عارف. لا بالعكس، لا سارحه. لاحظت عليكي عم بتحاولي تربطي حاجات في حاجات، يعني عاوزه تربطي حاجه في حاجه ومش عم تتربط معاكي. هو انا يعني الربط ان انا لما بنظر للبيئه، يعني الزمان والمكان، يعني هي الحاله دي اللي بتقول بتعيط، لكن بيبقى في تراضي. يعني شايفه ان في تراضي بين البنت ما بتقاومش. يعني عفوا على التعبير، ويا ريت تتفهم بالعباره بمكانها الصحيح، ما تتاخدش بمكان تاني. انا اللي شايفه ده مش تراضي، انا شايفه جهل. يعني البنت دي جاهله معنى الزواج، جاهله معنى تكون ست بيت، جاهله معنى انها تعيش مع اهل راجل ما بتعرفوش الا دلوقت، جهله ايه معنى يعني انا بكره بده يصير عندي عيل. يعني الجهل ده هو اللي عم بيخلي البنات، يعني جهل البنات وجهل الاهل. هلا في بعض الاهل جاهلين، في بعض الاهل الثاني عم يعني نوع من التجاره اني انا بدي بنتي برتاح. انا بعتبره اتجار البشر يعني. دكتوره انا كنت هكمل على كلام حضرتك وهقول خلينا نرجع لمفهوم الطفوله عند الضانه عند الاب. اقتناء بيتصرف فيها كما عاوز طبقا لاحتياجاته. يعني لو كلمته وقلت له هو جاي يجوزها يقول لي انت بالك بنتي وانا حر فيها، بنته هو حر فيها طبقا لاحتياجاته الماديه. طيب اساليه اي سؤال عاوزه تساليه. ما انا عاوزه اقول اتفضل. معلش يا عم اسماعيل، اتفضلي. يمكن هبقى قاسي عليك شويه في سبيل ان احنا بنواجه وبنكافح مشكله زواج القاصرات. حاله حضرتك بتقول انا عشان عندي ازمه ماليه وعيال ومش قادر اصرف على العيال. هو مفهوم الابوه ايه؟ انك عطاء، وانك انت مسؤول قدام ربنا
وقدام المجتمع انك تربي البنت دي وتبقى بنت صالحه، مواطنه صالحه بكل المعاني. لما انت تكسر الكلام ده كله وتبدا تستغلها من اجل انك انت بتقول انا عيان، هل مفيش اي وسيله اخرى انك انت كنت تبحث عن رزق غير انك تستغل بنتك انك تجوزها؟ ده سؤالي. الدنيا اتقفلت خالص؟ ده سؤال اللي عاوزه اوجهه لحضرتك. لا طبعا. معلش انا قاسيه جدا في الحته طبعًا دي طبعًا. لان انا يعني بتوجع جدا لما بلاقي في استغلال والتجاره بالاطفال. بس انا كمان كنت عاوز اعرف هو اتجوز بسن كام؟ يعني مراته وانت كان عمرها كام لما اتجوز؟ سؤال توني كانت مراتك أنا سنها كام لما اتجوزتها يا عم اسماعيل؟ 16 سنه كمان. واتجوزتوا عن حب ولا كمان كده؟ اتجوزنا الحب. مقدس. وشفتها لما اتجوزت مراتك من 16 سنه، شفتها انه لبت كل رغباتك في البيت؟ يعني كنت شايفها المراه اللي قادره تغسل وتطبخ وتلبي رغبات زوجها وكل حاجه؟ كانت شايله البيت في كل حاجه. بدي منك بصراحه مطلقه دلوقتي، اجابه بصراحه مطلقه، انه انت لما كانت تجيك بنت كان شعورك ايه؟ يعني لما مراتك تروح تولد ويقولوا لك انه جاتك بنت، شو كان اول شعور؟ والله كنت بقى في منتهى السعاده، لان انا مقتنع تماما ان ده رزق بتاع ربنا. ده رزق بتاع ربنا، مش بايد الراجل ولا بايد الست. سيان جت وقت جابت، انا الواد ده جه على 5 بنات. طيب لما قالوا لك اجتك دينا او اجتك البنات التانيين وابن اسمك اسمه ايه ابنك؟ ممدوح. لما قالوا لك جه ممدوح، انت حسيت نفس الشعور يا حاج اسماعيل؟ يعني ما بان خلاص. اتفضل هقول لحضرتك خلاص ما بان. هي الابتسامه وحدها عبرت. هي بس طبعا في فرحه زياده شويه، بس زياده كتير مش زياده شويه. لا انا بالنسبه لي زياده شويه، يعني حسيت ان ربنا بعت لي سند يقف جنب اخواته وجنبي بعد كويس. بكره ممدوح عاوز يتجوز بنت عمرها 13 سنه من عائله فقيره معدومه، بتجوزوا اياها؟ جاوب بدون لف ودوران. ماشي بدون لف بتجوز بتخليه يتجوزها ولا لا؟ ما دام الواحد جرب حاجه وحس ان هي غلط او غلط فيها، بتجرب بالبنت علشان نحمي الراجل. ما انا بقول لحضرتك لا، مش حكايه البنت والراجل والولد. تبريرات اكيد. لا ما هو الجواز اول ردة الفعل الاولى انه لا، لانه ده الولد بس البنت تروح الله معها علشان تخفف علينا اعباء. البنت سلعه. ولو هو عاوزها ما اقدرش اقولها بس للاسف يعني لانه مش هو بص يا حاج اسماعيل، دلوقتي امامك شعور بنتك اهو، كلنا شايفين هذا الشعور. حضرتك بقى هتبرر هذا الكبت وهذا الحزن اللي بنتك فيه باسباب ايه امام الله يوم اللقاء؟ بس تقول هتبرر، ومش بنت واحده ومش انت وبس، اصبحت تكاد تكون شبه ظاهره الان بنعاني منها. فحضرتك يعني المفروض البنوه ومشاعر الابوه بتبقى مشاعر كده مقدسه، مش بسهوله كده ان انا افرط فيها عشان قرشين. سؤال اخير بس لي حاج اسماعيل ولدينا. دينا انت عاوزه تطلقي؟ ما هو لو اتطلقت بياخد مني الولد. لو اتطلقتي بياخد منك الولد. انت مالكيش حق حضانه دلوقتي، هو لسه صغير. بس هي عايشه عشان خاطر ابني وخلاص. هيقدروا يثبتوا النسب ازاي؟ ما دي بقى قضيه اخرى. ما دي انا في ملاحظه بس النهارده شفتها، لانه انا بعرف الدكتوره تماما وفي برامج ولقاءات عديده جمعتنا مع بعض. لأول مرة بشوفك متسامحة قد كده في الموضوع ده ومتساهلة وكأنه عم تعطي إشارة تشجيع للموضوع ده. يعني حضرتك أنا كنت منتظر منك إنه باسم الشرع وباسم الدين وحفاظا على كل هذا إنه يكون في نوع من قمع لهذه العملية. أنا شايفك كنت بقول له ربنا هتقول إيه لربنا؟ يوم اللقاء هتقول إيه لربنا؟ طب عايزني، ما هو ده باسم الشرع. يعني هو في حصل قهر او ظلم على واحده، على بنته،
طب هيقول لي هيبرر القهر ده بظلم، يقول انا بعتها. طيب واذا بنته مش مظلومه يكون طبيعي اللي عمله؟ لا يعني لو نفترض ان هي سعيده مع جوزها دلوقتي يعني يجوز. لا بغض النظر عن كده، لانه يجوز. هنا في حاجه يجوز في حاجه مهمه قلت جدا لي اسمها يجوز. فرص اهم الحياه يا حاجه استاذ التراضي. سيده خنساء بنت التراضي، بس ممكن يعني اذا عفوا دكتوره، اذا بنت 10 سنوات قالت وانا راضيه بيكون ده اوكي؟ نعم. لا بيكون يجوز. بتكلم على الرضا او التعبير عن الرضا. طب بنت دلوقتي راحت تشتكي عمرها 14 سنه قالت راضيه، يعني يجوز اللي اتعمل يجوز؟ خلاص ما هي راضيه يعني. لا يا جماعه لا يعني في حاجه هنا يا استاذ، هل هي مثلا راحت مدرسه طول عمرها؟ في مصالح اجتماعيه وفي بعد احكام إذنك يا دينيه. دكتورة. لا اكيد لا اكيد لا. الاستاذه دينا راحت مدرسه راح لغايه سنه كام؟ لغايه اقول يعتبر 6 ابتدائي. 6 ابتدائي، وبعد كده ما رحتيش مدرسه؟ ها هنا بقى لازم نشوف يعني واحده خرجت من المدرسه في 6 ابتدائي، فرصها في الحياه شكلها ايه؟ مفيش فرصه هنا للحياه، ما استمتعتش بالحقوق. وبعدين مش متعلمه كويس، بتتزوج في سن مبكره جدا، مفيش اي خبره حياتيه في عمليه في حياتها لادوارها، مفيش حتى تصور من حسب كلامها يعني لايه هو الزواج، حاجه عشوائيه كده. طيب الزواج يعني كأن المسألة كده الزواج وموقف الدكتورة الذي لا يزال ملتبسا حتى هذه اللحظة سنتعرف عليه في آخر الحلقة في الفقرة الأخيرة، ولكن بعد الفاصل سنتعرف إلى إكرام محمد عبد العزيز التي تزوجت أيضا في عمر 14 سنة بعد أن أجبرتها والدتها هذه المرة. دعونا نروح الفاصل، وبعد الفاصل نكون مع قضية وقصة إكرام.